ما قلتوش ليا كي جاتكم الصفا؟ عريس زوينة. زوينه. فيري جود. فيري جود. بصحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم ريتاج اريج فاميلي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا السفه، سفه سريعه التحضير بلا قوه الطفوار وبطريقه اللي ناجحه 100%. يعني ما تخافوش انها تعجن معكم، غتجي مفرزه حبه على اختها. ونخليكم على فيديو باش تشوفوا اسرار ديال هاد السفه. تبعوها. غنخلي لكم بعض النصائح في هذا الفيديو، تبعوها ان شاء الله غتنجح معكم 100%. انا كي شفتوني درت السفه نص كيلو ديال السفه، سفه عاديه ديال العبار، ماشي شي نوعيه ممتازه، يعني سفه عاديه ديال العبار. درتها ودرت عليها نص كيلو، درت فيه نص كاس صغير ديال الزيت، زيت عاديه روميه. درت فيها نص كاس ديال الزيت وبسبستها مزيان. دهنت هذيك الشعريه ديالي كلها، دهنتها مزيان بالزيت. ضروري من هذه المرحله اننا ندهنوها بزاف مزيان بالزيت باش ما تعجنش لينا من بعد وتلصق وتولي لنا عجينه. فهذا انا كان قبل ما ندير الشعريه ديال الزيت درت الماء ديالي يغلى في البرمه، صافي درت الشعريه في الكسكاس ورديتها تفور. المره الاولى غنخليها تفور 10 ديال الدقائق. من بعد غادي نحطها وندير نحطها بعد ما دازت 10 دقائق. غادي نحطها ونخوي عليها داك الماء طايب اللي تفورات فيه. غنرجع نخويها في الطبسيل ولا في القصري ولا فاش كنخدم فيه، ونرد داك الماء اللي ونخوي عليه واحد 3 ولا 4 المغارف، ونرد داك الماء اللي بقى ليا نردو للبرمه يزيد يكمل التفوره باش نفور عليه مره اخرى. صافي كي تنعرفوا ان السفه ماشي بحال الكسكسو، هي فاش نخوي عليها الماء غادي نبقى نخلط. كي تشوفوني نبقى نحركها، انا راه سخونه داكشي كندير بفرشيطه. فاش غادي تبدا تبرد ليا غادي وتشرب داك الماء راه غادي ندير بيديا. هنا راه ضروري، ما هي ماشي بحال الكسكسو. شفتوا داك الفيديو اللي سبق ديال الكسكسو، راه الكسكسو غير كنرشوه وكنخليوه يتشرب، كنغطيوه ونخليوه يتشرب. اما السفه لا، السفه ضروري نبقاو الشعريه ديالنا نبقاو خدامين عليها، ما نغفلوش عليها، ما نخليوهاش نبقاو عاطينها الوقت ونبقاو نخلطوا فيها باش ما تعجنش لينا ما تلصقش. ونبقاو نخدموها هكا. نبقى بديت نحل فيها. صافي غادي نحلها ونخليها حتى نشوف انها شربات داك الماء اللي خويت عليها، دوك 3 المغرفات اللي خويت عليها ديال الماء الطايب اللي تفورات فيه. غادي نبقى نخلط فيها حتى نشوفها صافي تشربات هذاك الماء. وغادي نحلها مزيان، نبقى نحرك فيها حتى تبدا تشرب. ماشي نغطيها ونخليها تشرب على خاطرها، لا هكاك غادي تعجن. واخا تكون شعريه مزيانه راه غادي تعجن. صافي هنا راه بديت ضروري في هذه المرحله اننا نديرو الملحه الكافيه صافي باش ما نبقاوش كل مره نضيفوا الملحه. من دابا غادي نضيفوا الملحه ديالنا باش نردوها تفور وتذوب لينا ديك الملحه. صافي انا غادي نردها للمره الثانيه. ديك الساعه صافي هي كتبان ليا شربات هذاك الماء وبدات تنشف. صافي نردها بلا زعما ما نخليهاش. صافي كنبدا تاني نردها للمره الثانيه تفور. فهاد المره الثانيه غادي نخليها واحد 15 حتى 20 دقيقه تفور لينا مزيان. المره الاولى كنخليوها فقط 10 دقائق، هي كتسخن كتبدا تطلع هذاك الفوار. صافي كنحيدوها نخويو عليها الماء. فاش نخويو داك الماء غادي نبقاو نحركو فيها نخليوها حتى تشرب داك الماء ونردوها تاني تفور المره الثانيه. قلت لكم ضروري من 15 حتى 20 دقيقه. صافي ونغطيو عليها ونخليوها تفور. هنا صافي راه تفورت. صافي هنا بعد ما دازت 20 دقيقه، انا خليتها صراحه 20 دقيقه تفورت مزيان على خاطرها. وعاوتاني غنحطها ونخوي عليها، غنخليها في الكسكاس ونخوي عليها داك الماء اللي تفورت عليه ونقطرها ونرد الماء للبرمه يخليه تاني يغلى ونخويها ديك الساعه في الطبسيل باش عاوتاني نبقى نحرك فيها حتى تشرب. صافي تتحل تبرد ليا تاني شويه. المرحله الثانيه ما نحتاجوش اننا نخويو عليها دوك المغرفات ديال الماء، بلاش. صافي فقط نخليوها في الكسكاس تنخويو عليها داك الماء الطايب ونقطروها ونحطوها ونبداو نخويوها في الطبسيل ولا في القصري ونبقاو نحركو فيها حتى تحل بشويه بشويه. صراحه كتبغي الخاطر والوقت، عطوها وقتها باش ما تعجنش.
وما نخليوهاش تبرد بوحدها، راه ما حتى كنخليوها وهي تتعجن. ضروري ما نبقاو نخدموها هكا ونبقاو شتوها كي بدات مفرزه حبه على اختها، ما تعجنات ما والو. صافي غنبقى نحركها هكا حتى نخدمها حتى تحل ليا مزيان. صافي هنا غادي نضيف عليها فهاد الطفويره قبل ما نردها للطفويره الثالثه تفور. هنايا كي شفتوا راه حدايا غادي نزيد ليها الزبيب، اللي بغى يدير ليها الزبيب ولا حتى اللي بغى يخليها هكذاك راه مزيان. ودرت لها واحد المعلقه كبيره ديال نيدو. صراحه دار نيدو كتعطي المذاق زوين، اللي عنده يمكن ليه يديرو، ما عندكش ماشي ضروري، ولكن هو كيعطي المذاق السفه زوين بزاف. من بعد غادي ندير واحد الساشي ديال الفاني باش نسموها ويجي المذاق مزيان. صافي هنايا بعد ما هادي صافي غنردها للطفوره الثالثه، راني غادي حتى نحلها نخدمها مزيان وتندخل هذاك الزبيب باش يطيب. صافي هنايا راني خديت الكسكاس وغادي نبدا نديرها فيه باش نردها للطفوره الثالثه. كذلك غادي نخليها واحد 20 دقيقه تفور مزيان ونخليها نتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. بعد ما دازت 20 دقيقه يعني الطفوره الثالثه وهي الاخرى. بهذه الطريقه صافي كتحتاج السفه غير 3 طفويرات. كاين اللي كيدير كتر ولكن 3 راه كافيين. الا تبعتوا هذه الطريقه راه هي كتفور وكطيب كتوجد بسرعه وما كتعجن ما والو. نتوما كتشوفوا معايا راه بقات مفرزه الشعريه، جات مزيانه السفه وجات حبه على اختها ما معجنه ما والو. صافي غنبقى كذلك نخدمها حتى تحل وتبرد ليا. وغادي ندير ليها واحد المعلقه ديال الزبده ولا حتى 2 معالق ديال الزبده. صافي غنبقى ندهن هذيك الزبده باش دير ليا في السفه كامله في الشعريه كلشي ديروا دهنوا بالزبده مزيان. وديك الساعه صافي كنجيب الطبق فاش غادي توصل باش غادي نحطها طبق التقديم وكل واحد غادي يدير الشكل اللي تعجبو ولا اللي بغى. وانا نخليكم دابا مع لا فيديو مقريه نودعكم نقول لكم خليكم دعمونا بالاشتراك وباللايك للفيديو بالجيم، ونخليكم على فيديو باش تشوفوا طريقه التزيين اللي درت. وبقريه نودعكم نقول لكم بسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما قلتوش ليا كي جاتكم الصفا عريس؟ زوينة. زوينه فيري جود. بصحه. يعطيك الصحة.